المغرب حضر الاجتماع الطارئ ديال المعادن الاستراتيجيه اللي دارته امريكا وشاركت فيه 55 دوله. المغرب ماشي غير شارك وانما سنا تقريبا مع 11 الدوله، والاتفاقيه كانت خاصه بالتبادل والتعاون على المعادن الاستراتيجيه. باش امريكا اختارت المغرب؟ شنو عند هذا المغرب باش يدخل حتى هو في الاجتماعات والاتفاقيات؟ اول حاجه الاخوان هو المخزون ديال الفوسفات اللي كاين في المغرب، واللي واصل 75% ديال المخزون ديال الفوسفات في العالم كاين في المغرب. والفوسفات مهم بشكل كبير في الموارد الغذائيه وفي الامن الغذائي. المغرب عنده ما بين 2 حتى 3% من المخزون ديال الكوبالت في العالم، والكوبالت كيتستعمل بشكل كبير ما بين 40 حتى 50% في البطاريات الكهربائيه ديال السيارات الكهربائيه، وحتى الصناعه الثقيله، وحتى الموتورات اللي كيتستعملوا بشكل كبير في الطائرات وصناعات اخرى. حاجه واحده اخرى، هو المغرب الموقع ديالو استراتيجي ومهم اقتصاديا، خاصه في المعادن الاستراتيجيه، لان عنده علاقه جيده مع الدول الافريقيه، ومعظم الدول الافريقيه عندها المعادن وعندها الموارد الطبيعيه، ولكن ما عندهاش كيفاش تخرجها لعده اسباب. هذا اللي كيخلق توترات لبعض الدول اللي الهدف الاول والرئيسي ديال النظام ديالها هو ان المغرب يفشل بجميع الطرق، وكدير واحد البروباغندا كبيره على جميع نقاط الضعف ديال المغرب، واللي خاصنا نحظيو منها ومن هذا النظام. وراكم شفتوا شنو داروا اعلاميا في كاس افريقيا؟ قدروا انهم يجمعوا جميع الدول الافريقيه انها توقف ضد المغرب، وهذا غير رياضه. شوف عاوتاني سياسيا شنو باغيين يديروا.